اهلا الطلبه والطالبات كي دايرين. مرحبا بكم في القناه ديالكم شروحات بالدارجه. في الفيديو ديال اليوم غتعرفوا معايا على الطريقه الصحيحه للتسجيل في الحي الجامعي بالنسبه للموسم الجاي 2023 2024. وبالنسبه للتاريخ امتى غيسال التسجيل القبلي في الحي الجامعي 11 في شهر 9 غيسال التسجيل القبلي. من بعد غيعلقوا الناس اللي تقبلوا في الحي الجامعي، ومن بعد الخوت غيخصكم تدفعوا الوثائق اللي طالبين منكم. واللي كيسولوا على الوثائق راه مازال غنخصص لكم واحد لا فيديو غنهضروا فيه بالتفاصيل على هاد الوثائق اللي خصكم تجمعوا، وكذلك نهضروا على بزاف الامور متعلقه بالحي الجامعي. وبالنسبه للناس اللي ما قدروش يتسجلوا او لا بغاونا حنا نسجلوهم، مرحبا بكم. دخلوا عندنا للصفحه في فيسبوك شروحات بالدارجه، راه نسجل لكم الخوت، راه فابور الخوت ما تعطيونا حتى شي حاجه. ونبداو على بركه الله كيفاش تسجل في الحي الجامعي، وكذلك الشروط اللي طالبين، وكذلك الوثائق اللي خصكم توجدوا قبل ما تسجلوا في الحي الجامعي. المهم نبداو على بركه الله الطريقه ديال التسجيل في الحي الجامعي. وبالنسبه للخوت للشروط اللي طالبين منكم كما تلاحظوا معايا، اول شرط هنايا ان يكون المترشح مغربي الجنسيه، وكذلك ان يكون حاصل على شهاده البكالوريا في السنوات التاليه سواء 2021 او لا 2022 او لا 2023. هنا أن لا يكون قد سبق له الاستفاده من السكن الجامعي بنفس تلك. هنا كذلك تكون بعيد عن المدينه اللي كتقرا فيها، وهنا ما تكونش خدام شي خدمه اللي كتخلص عليها. هادو بالنسبه للشروط. بالنسبه للخطوط المراحل ديال ايداع طلب التسجيل، هنا خاصك الخوت المرحله الاولى توجد هاد الوثائق وتصورهم الخوت، والحجم ديالهم ما يكونش فايت 1 ميجا. اول حاجه الخوت اللي هو التصريح بالشرف يكون موقع عليه من طرف الطالب وهو اولياء الامور حسب النموذج. غنتيلشارجيو الخوت هاد التصريح بالشرف، هو هذا الخوت تعمروه، ومن بعد الخوت توقعوا عليه. هنا بالنسبه للطالب هنا التوقيع ديالك، هنا التوقيع ديال الاب ديالك، وهنا التوقيع ديال الام ديالك. فقط الخوت ما خاصكش تجاليزي او لا تصادق عليه. من بعد الخوت هنا تحتاج صوره شخصيه حديثه، كذلك شهاده دخل اجمالي سنوي للابوين او اولياء الامور مسلمه من طرف اداره الضرائب، شهاده الاعاقه بالنسبه للطلبه في وضعيه اعاقه، او اي وثيقه تبرر احدى الحالات الخاصه، مثلا الاب ديالك متوفي او الام ديالك متوفيه. وكنهبطوا الخوت لتحت كما تلاحظوا معايا هنا الرابط ديال التسجيل في السكن بالاحياء الجامعيه. كنضغطوا الخوت على هذا الرابط باش يدينا نيشان الصفحه ديال التسجيل. هنا الخوت تطلع معنا هذه الصفحه، كنهبطوا لتحت كنكليكيو على كريي ان كونت انشاء حساب، وكتطلع معنا هذه الصفحه على هذا الشكل. هنا كتدخل رقم المسار ديالك وتاريخ الازدياد ديالك، وكذلك النقطه او المعدل العام باش خديتي البكالوريا ديالك، وهنا الادريس ايميل ديالك، وهنا كتعاود تاكد الادريس ايميل. وفاش كتعمر هاد المعلومات كتكليكي على كريي ان كونت، هادي اللي بالاحمر. المهم نعمر هاد المعلومات ونكملوا لا فيديو. من بعد الخوت انا فاش عمرت هاد المعلومات ديالي بشكل صحيح، هنا كيطلع لك المود باس ديالك. هنا الخوت كتعقل عليه اولا كتسكريني هاد لاباج، حيت هنا كيعطيوك المود باس ديالك. من بعد الخوت كنرجعوا للصفحه الاولانيه اللي طلعت لينا، هنا كندخلوا رقم المسار ديالنا والمود باس اللي عطاونا، وكنكليكيو على تسجيل الدخول. هنا كيعطيونا نبدلوا داك المود باس اللي كانوا عطاونا في الاول المود باس الجديد، وهنا كنبدلوه بالكود جديد ديالنا حنا باش نبقاو عاقلين عليه. هنا كنعاودوا ناكدوا المود باس ديالنا، وكنرجعوا للصفحه الاولانيه كندخلوا رقم مسار والكود اللي بدلناه. صافي الخوت كلشي واضح. كنكليكيو على تسجيل الدخول. هنا الخوت غندوزوا للمرحله الاولانيه الخوت اللي خاصنا نصوروا لهم الوثائق اللي طلبوا منا، دوك الوثائق اللي هضرنا عليهم في البدايه ديال الفيديو. مزيان كنتسناو شويه الخوت كتشارج هاد الصفحه على هاد الشكل. اول حاجه الخوت طالبين منا اللي هي التصويره، كما قلنا الحجم ديال الوثائق اللي صورته ما يكونش فايت 1 ميجا. اول حاجه الخوت طالبين منا اللي هي التصويره، هنا نموذج تصريح بالشرف، وكذلك شهاده الدخل الاجمالي السنوي للاب او ولي الامر، وكذلك شهاده الدخل الاجمالي السنوي للام. بالنسبه للام الا ما كانتش خدامه كدير هنا شهاده عدم العمل، وكذلك شهاده الاعاقه بالنسبه للطلبه اللي في وضعيه اعاقه. من بعد الاصدقاء فاش كندخلوا هاد الوثائق اللي صورنا وحطيناهم في هاد لاسيت، كنهبطوا على الخوت لتحت، كنتمشيو على هاد المربع وكنكليكيو على ارسال. هذه الخوت وكنتسناو شويه. من بعد الاصدقاء غطلع لنا هذه الصفحه، هنا تيقول لك لقد تم تحميل الوثائق بنجاح. كنكليكيو حنا على موافق. هنا كما تلاحظوا معايا دابا دزنا من المرحله الاولى، غندوزو للمرحله الثانيه اللي هي ايضاع الطلب، وكطلع لنا هذه الصفحه الخوت على هذا الشكل. هنا الخوت مطلوب منكم انكم تعمروا المعلومات ديالكم نتوما، وكذلك المعلومات الخاصه بالابوين ديالكم، وكذلك المؤسسه اللي تسجلتوا فيها، الجامعه اللي تسجلتي فيها، وكذلك الحي الجامعي اللي بغيتي تدفع عليه نتايا،
وكتعمروا هاد المعلومات بشويه عليكم. خذوا لاكارت ناسيونال ديالكم وديال الابوين ديالكم، حطوهم حداكم، عمروا المعلومات ديالكم بشويه عليكم. من بعد الاصدقاء، فاش عمرت المعلومات ديالي بشكل صحيح، خصكم الخوت تركزوا على المعلومات يكونوا صحاح، ما خاصش يكون شي غلط. كتهبط لتحت تلقى التاكيد الغير نهائي، فاش كتكليكي عليها كطلع لك هاد الصفحه على هاد الشكل. هنا الخوت كما تلاحظوا معايا هنا كيقول لك ما خاصش يكون شي غلط في المعلومات اللي كنتي دخلتي، وانت كتكليكي على موافق. من بعد غيخصك دابا تتاكد الطلب ديالك، كتكليكي على تاكيد الطلب، كتكليكي عليها، وهنا كتبقى اخر مرحله اللي هي تحميل الوصل، كتكليكي على تحميل الوصل. وهكا الخوت يكون الشكل ديال التوصيل ديال الانسكريبسيون في الحي الجامعي. هنا كتلقى الاسم ديالك، الحي الجامعي اللي دفعتي ليه، التاريخ اللي تسجلتي فيه في لاسيت او التسجيل القبلي في الحي الجامعي. هاد الوصله الخوت غتمشي تشمل السيبر يخرجوا لك بدرهم، او لا احتفظ عليه بي دي اف حيت مازال تحتاجه الخوت، ما خاصش يتوضر منك. احتفظ عليه الخوت باش فاش تحتاجه تلقاه عندك. ولحد الان دابا راك تسجلتي في الحي الجامعي، ما يخصك دير حتى شي حاجه حتى يعلقوا الناس اللي تقبلوا في الحي الجامعي. ويخصك تجمع الوراق كما قلت لكم، راه نخصص لكم واحد لا فيديو غنهضروا فيه على الوثائق ونناقشوهم، ويخصكم تجمعوهم من دابا باش ان فوا تقبل صافي تمشي تعطيهم الوثائق اللي تحتاج، وتكمل الانسكريبسيون ديالك وتخلص المصاريف. تقريبا راه 400 درهم اللي كتخلص في العام. وما تنسوش الخوت لايك في هذا لا فيديو. وهادشي الخوت دابا اللي كاين في هاد لا فيديو، نتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش الخوت تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش الا حطيت اي مواضيع على هاد الشكل يوصلكم على شكون نوتيفيكاسيون او لا اشعار في التليفون ديالكم. يلا السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد.